أهلا بيكم معانا النهاردة في جولة جديدة بنستكشف فيها مجموعة أبحاث بصراحة شيقة جدا. النهاردة بنركز على أفكار قوية عن النجاح، البيع، وإيه اللي بيحركنا أصلا كبشر. أهلا بيك. وفعلا الأبحاث دي بتدخل في تفاصيل مهمة قوي، زي مثلا طريقة تفكيرنا اللي هي العقلية، وإزاي العقلية دي بتأثر على شغلنا، على حياتنا، على كل حاجة تقريبا. ومهمتنا هنا إننا ناخد الخلاصة من الأبحاث دي، نفهمها سوا ونشوف إزاي ممكن تفيد أي حد بيسمعنا، سواء بقى بيحاول يوصل لهدف معين أو يقنع حد بفكرة، أو حتى بيتعامل مع تحديات الشغل والحياة العادية. فخلينا مستعدين، لأن في أفكار ممكن تغير وجهة نظرنا شوية. طيب نبدأ بأول نقطة، ودي يمكن تكون غريبة شوية، وهي فهم الآخر، خصوصا بقى في البيع أو الإقناع. والبيع هنا مش بس بيع منتج لا، ممكن تكون بتبيع فكرة أو حتى نفسك في انترفيو شغل. صح جدا. الأبحاث بتقول لازم نحط نفسنا مكان الطرف التاني. ودي المشكلة الأكبر، إن أغلب الناس بتبقى مركزة على مصلحتها هي وبس. أنا عايزة أبيع عشان العمولة، أنا لازم أترقى، كل التفكير كده. الأنا الأول. بالظبط. لكن بص بقى للشخص اللي بياخد القرار، العميل أو المدير. هو بيفكر إزاي؟ هو بيفكر أنا هستفيد إيه؟ إيه الفايدة اللي هتعود عليا؟ زي المثال اللي في الأبحاث عن الترقية. ممكن مدير يختار موظف كفاءته نقول 80%، بس التعامل معاه سهل ومريح، ويسيب موظف تاني كفاءته 90% بس بيعمل مشاكل وقلق وصداع. بيضحي بشوية كفاءة قصاد راحة بال أكتر. أيوة، كأنه بيقايد 10% كفاءة ب30% صداع أقل. وده بيوصلنا لمبدأ مهم قوي الأبحاث بتتكلم عنه: الناس بتشتري ناس. الناس بتشتري ناس، جملة مهمة دي جدا. الانطباع الأول، التفاصيل الصغيرة، حتى الاهتمام بالمظهر. يعني مثلا الأبحاث ذكرت حاجة زي الاهتمام بنظافة الأظافر. دي حاجات ممكن تبان صغيرة، بس بتدي إشارة عن اهتمام الشخص بالجودة بشكل عام. وده يخلينا نقول إن الذكاء العاطفي، اللي هو فهمنا لمشاعرنا ومشاعر غيرنا، ممكن يكون أهم بكتير من المهارة نفسها. ممكن يوصل ل80% من المعادلة كمان، وال20% الباقية للمهارة الفنية بس. 80% نسبة كبيرة جدا. فعلا. وبنشوف ده في أمثلة كتير حوالينا، زي الشيفات اللي بيبقوا مشاهير قوي. الناس ممكن تروح تدفع فلوس كتير مش بس عشان الأكل حلو، لا، عشان التجربة كلها، عشان شخصية الشيف ده، الكاريزما بتاعته. تمام. وده أكيد ليه علاقة ببناء الثقة، مش كده؟ طبعا مرتبطين جدا. البيع دلوقتي خصوصا في الحاجات المعقدة أو الخدمات مبني على إنك تسمع كويس قوي وتعرف تسأل الأسئلة الصح، الأسئلة اللي بتخلي العميل هو اللي يوصل للإجابة ويقنع نفسه. مش أنا اللي بقنعه. لأ، أنت بتساعده يقنع نفسه. والأخلاقيات هنا مش بس عشان هي الصح، لأ، دي كمان أذكى استراتيجية على المدى الطويل. الصدق بيبني ثقة، لدرجة إنك لو وجهت عميل لمنافس عشان عارف إن المنافس ده هو الأنسب ليه، أنت كده كسبت ثقة العميل ده للأبد. زي المزارع والصياد. بالظبط. المزارع بيرعى علاقته بالأرض وبالعميل، لكن الصياد عايز صيدة سريعة وخلاص. طيب نيجي لحاجة بتقابل ناس كتير، الخوف من الفشل، الخوف من الرفض. نعمل فيه إيه ده؟ بص، الأبحاث بتقول إن الخوف ده لو سيبناه يسيطر هو فعلا بيحقق نفسه، بيخلينا نفشل. الحل إننا نغير طريقة تفكيرنا في الرفض نفسه. إزاي يعني نعتبر الرفض ده مجرد معلومة، داتا بنتعلم منها، مش حكم نهائي علينا. الثقة الحقيقية مش إن الخوف يروح، لأ، الثقة هي إننا نعرف نتصرف بالرغم من وجود الخوف. الفعل أهم من الشعور. بالظبط. وفي حاجات عملية ممكن تساعد، زي إنك تلبس كويس، ده بيغير لغة جسمك وشعورك بنفسك. تحضر كويس قوي للموقف، تقلل المجهول. حتى الكلام، الأبحاث بتقول لو اتكلمت أبطأ شوية وبهدوء، ده بيدي إحساس بالتحكم والثقة. طيب ولو توجه لي سؤال صعب أو نقد، أتصرف إزاي؟ أول رد فعل طبيعي هو الدفاع، وده غلط. الأبحاث بتقترح خد ثانية، اعترف بوجهة نظره باختصار ومن غير انفعال. قول مثلا أنا فاهم ليه ممكن تشوف الموضوع بالشكل ده، بعدين أبدأ أسأل أنت أسئلة توضيحية، ممكن توضح لي قصدك أكتر بيه، أو إيه أكتر حاجة مقلقك في النقطة دي؟ الحركة دي بتكسبك وقت تفكر فيه، وبتفهم أكتر هو معترض على إيه بالظبط، وبتحول شكل الحوار لصالحك. وإلى اللقاء في جولتنا الجاية.